السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. النهارده بقى هعمل معاكم صينية بطاطس بالفراخ تحفة جدا. يعني صدور فراخ كده. خليها مقطعاها مكعبات زي ما هتشوفوها دلوقتي. تقدري تعمليها بالأجنحة وتقدري تعمليها بالوراك وبالفراخ. المتوفر عندك يا حبيبة قلبي استخدميه. عندي كده نص كيلو من صدور الفراخ متقطع كده مكعبات سميكة. وكمان نص كيلو من البطاطس المتقطعة مكعبات برضو بالسمك ده. وكمان عندي طماطمية كبيرة مبشورة، وعندي قرنين فلفل رومي مكعبات أخضر. وعندي بصلتين كبار مبشورين، ومعلقة كبيرة من الصلصة. تقدري كمان تحطي فلفل ألوان لو تحبي. عندي كده معلقة كبيرة من السمنة أو سمنة بلدي المتوفر، وشوية زيت. وأهم حاجة تكون الطاسة سخنة لدرجة إن هي مدخنة بالشكل ده. وننزل على طول بالفراخ علشان تاخد صدمة كويسة جدا. وفي نفس الوقت ما تجيبش معاكي مية، وتبقى محتفظة بالطراوة بتاعتها من جوه، وما تجيبش معاكي مية في قلب الطاسة أو الصينية أو الحلة أيا كان اللي بتعملي فيه. لازم يبقى سخن جدا زي ما انتوا شفتوا معايا دلوقتي. وكله على نار عالية، وما توطيش النار خالص عشان كل حاجة تحتفظ بالعصارة بتاعتها جواها، واللي تبقى الحاجة كده ايه الفراخ تبقى طرية وجوسي كده من جوه. تمام. حطيت كده رشة فلفل اسود بتدي ريحة وطعم جدا واحنا شغالين تحفة جدا. وكمان هحط كده البصل المبشور. اشوح تشويحة محترمة لحد ما الاقي البصل معايا بدأ اللي هو دخل في السوا. مع رشة الفلفل الاسود الريحة يا جماعة كانت مش طبيعية. قلب كده كويس جدا جدا. وكله برضو زي ما قلت على نار عالية، مش هوطي الطاسة خالص. لازم أنا اخليها عالية كده. واقلب كده كويس جدا واشوح في البصل مع الفراخ. برضو لو كانت أجنحة بنفس الكلام، أو وراك برضو بنفس الطريقة برضو اعملوها. تمام. ده كان عندي كده صدر فرخة، رحت مقطعاه وخلياه ومقطعاه مكعبات بالثوم كده كده. أشوح كده وأقلب كويس جدا. طبعا وغسلاه منضفاه كويس جدا جدا ونقعاه، وشايلة منه أي زفارة. تمام. أقلب كده كويس. اهم حاجة التقليب كويس والتشويح عشان تاخد حقها كويس. وبعد كده هنزل بالفلفل الاخضر البلدي، عايزة تحطي كمان فلفل حامي برضو حسب رغبتك والمتوفر عندك استخدميه. تمام. هنزل كده واقلب واشوح في الفلفل لحد ما يطلع ريحته. تمام. وبعد كده هنزل عندي بالصلصة، واقلب في الصلصة كده واشوحها كويس جدا عشان اضيع الطعم الني بتاع الصلصة. عندك صلصة انتي مسبكاها كويس جدا حطيها. عندك الصلصة اللي هي البطرمانات حطيها. انا حطيت صلصة بطرمانات كانت عندي، اخدت منها وحطيت. تمام. قلب كويس جدا. الموجود عندك يا حبيبة قلبي استخدميه، ما عندكيش صلصة مفيش اي مشكلة ما تستخدميش خالص. ما عندكيش فلفل ما تحطيش فلفل، حطي بصل بس. تمام. وبعد كده هنزل بالطماطم المبشورة بالشكل ده. هي طماطمية كبيرة بشراها، بس كبيرة يعني حلوة كده كبيرة. بشراها ادتني الكمية دي. لو عندك طماطم صغيرة تقدري انك تاخدي 2 تبشريهم لو صغيرة عندك الطماطم يعني. بعد كده هنزل بالبطاطس المكعبات عادي مقشراها وغسلاها ومقطعاها مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. ولا مسلوقة ولا حاجة، نية. حاطة البطاطس نية يا دوبك غسلتها وقطعتها بالشكل ده. افضل اشوح في البطاطس كويس جدا واظبط الملح بتاعي. وبعد كده احط معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره فلفل اسود. وايه احط مكعب من مرقه الدجاج. متوفر عندك حطيه، مش موجود ما تحطيش مكعب مرقه دجاج. انت كده كده عامله فراخ، بس هو ايه زياده طعم. بعد كده حطيت معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره كزبره ناشفه. وحطيت كمان رشه بسيطه من الشطه برضو حسب رغبتك. ما عندكيش بابريكا ما تحطيش بابريكا خالص. تقدري برضو انك تشيليها من الوصفة.
تمام، قلب كده كويس جدا جدا. قلب كويس. الروايح يا جماعة كانت مش طبيعية بصراحة، كانت تحفة. بعد كده هاجي ارش رشة قرفة. حابة تحطيها برضو حطيها، مش حابة انك تحطيها ما تحطيش القرفة. تقدري انك تشيليها برضو من الوصف. يعني عندك البابريكا والشطة والقرفة، تقدري انك تشيليهم لو مش حابة انك تحطيهم، والصلصة كمان. لكن بقية الوصف حاجات أساسية وحاجات موجودة في كل بيت، زي الكزبرة، الكمون، فلفل أسود، الملح. دي حاجات أساسية في الوصفة. والبصل طبعا أساسي في الوصفة بتاعتنا، هو والبطاطس. تمام. حطيت كده كوباية مية سخنة، وأقلب كده كويس جدا، وأتأكد إن المية السخنة اتوزعت في الطاسة في كل الجوانب بالشكل ده. اهم حاجة نحط برضو المية السخنة عشان ما توقفليش السوا. لازم نحط مية سخنة، ما نحطش مية باردة، عشان السوا عندي بتاع الاكلة بتاعتي ما يقفش. تمام. بعد كده هغطي الوصفة بتاعتي، هغطيها لمدة 10 دقايق. بصوا، انا حط كده غطيتها وسبتها لمدة 10 دقايق. بصوا بقى الجمال. عندي كده صينية، واخد كده الجمال ده كله. طبعا البطاطس ما استوتش، الفراخ عندي خلاص شبه ان هي خلاص استوت، بس البطاطس عندي لسه ما استوتش. هخليها تكمل بقية سواها في الفرن. بصوا انا كده حطيتها، وبعد كده هنزل بنص كوباية من المية السخنة بالشكل ده. تمام. وهز كده الصينية شوية، احس لحد ما احس كده ان المية اتوزعت في كل الجوانب في الصينية. نص كوباية مية سخنة، يعني مش كتير. وهجيب كده عندي ورق فويل، وهقفل الصينية كويس جدا. كمان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو مش عندك ورق فويل تقدري انك تغطيها بأي غطا متوفر عندك، بس ما يكونش بيسيح في الحرارة. يعني ممكن لو حطيتيه في الفرن تلاقي الغطا سايح والدنيا اتبهدلت منك. لا، تحطيها بغطا يكون مثلا استانلس، ألمونيوم، اللي هو يستحمل معاكي الحرارة. تمام. حطيتها كده في الفرن، وهسيبها لمدة تلت ساعة أو نص ساعة بالكتير، وهطلعها. هنشوف بقى الجمال والحلاوة. بصوا كده أنا بفتحها، بس بفتحها بالراحة علشان خاطر البخار مكتوم جواها، علشان ما يطلعش عليا كده مرة واحدة. افتحها واحدة واحدة كده. بصوا، شايفين؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين الجمال والحلاوة؟ بصوا، تحفة بجد. والريحة كانت جميلة جدا، وكل حاجة كده استوت وبقت زي الفل. انا بقى اولع على الشواية كده تاخد لون، وهطلعها على طول. انتي حابة تاكليها على كده مفيش اي مشكلة، بس هي استوت تقدري انك تقدميها كده. بس انا طبعا هدخلها الفرن تاخد لون واطلعها على طول. وده بيكون لونها وكل حاجة مستوية. صدقوني مش هتندموا لو جربتوها. بس ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. كانت معاكم سندريلا في المطبخ. باي باي.